أول شيء مساء الخير وعلى جميع المشاهدين والمتابعين. طبعا أنا لي شرف أنه أكون لجنة حكام بمسابقة مس إيجيبت. بالنسبة للجنة التحكيم لا، ما في شيء صعب، لأنه إحنا كل المتسابقات يعني مثقفات متعلمات، عندهم نسبة عالية من الانفتاح الذهني، أنيقات، فممكن أكو أمور تخليك تحتار بين الوحدة والثانية، لكن كلجنة حكم وكملكة جمال سابقة عندي خبرة في من اللي تستحق اللقب أكثر. ليه ما عندناش مسابقة بقى في الوطن العربي كله، يعني نختار منها ملك الجمال الوطن العربي؟ شايفة الموضوع ده ممكن يحصل؟ بصراحة يعني هذا الموضوع صاحب الاختصاصات، ما أعرف، بعد في ناس تقول إنه الموضوع في صعوبة شوية، خصوصا بهذه الفترة، لأنه بدنا نمر بشوية أزمات، لكن إن شاء الله في المستقبل يكون موجود. شايفة الانفتاح السعودي على الفن ازاي؟ يعني قدروا يعملوا حاجات الحقيقة مبهرة جدا الفترة اللي فاتت برعاية المستشار تركي الشيخ، شايفة الأمور دي ازاي؟ بصراحة بالعكس، هذا الانفتاح جدا مهم في وطننا العربي، واحنا في عصر السوشيال ميديا والميديا وكل العالم مفتوح على بعضه. في انفتاح مو بس في السعودية، شايفة انفتاح في العراق، احنا كان عندنا انتاجات بهيئة الدراما في العراق حوالي 36 عمل، فبالعكس هذا الشيء يخلي ناس كثيرة من الفنانين ويفتح فرص كثيرة للفنانين اللي الموجودة والفنانين اللي الوجوه الجديدة. الفترة الجاية في أعمال؟ في أكثر من سيناريو معروض، لكن في مثل ما تقول حال تواجد السيناريو اللي يناسبك هو هذا اللي يجذبك له. يعني إيه اللي مش مناسبك في السيناريوهات اللي اتعرضت عليك؟ في أشياء أنا مو حابة أعملها، أدوار يعني يا أما مكررة يا أما تكون باردة. بمعنى باردة، كأنك موجود ومو موجود. طب هو الممثل بيضطر ممكن ما يشتغلش سنة علشان الأدوار مش عاجباه، ولا التواجد لازم مهم إن هو يكون موجود؟ حسب كل فنان وطريقة تفكيره. يعني ممكن تقعدي سنة ما تشتغليش عادي لو الأدوار ما عجبتكيش عادي؟ طبعا أكيد، أنا عملتها كثير، إذا دور ما عجبني أجلس ما أشتغل.